اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صاحبة مشكلتي النهاردة بتقول إن هي خطبت بنت لابنها من عائلة محترمة، وتمموا الخطوبة في حضور العائلتين، وبعد فترة قصيرة جه فرصة عمل كويسة خارج مصر لابنها، واضطر يسافر بسرعة قبل ما يلحقوا يكملوا باقي ترتيبات الزواج. واتفقوا إن هينزل بعد 6 شهور عشان يتمم الزواج، وكانت الأمور ماشية تمام. مرت الشهور وصلنا لشهر إبريل، وكان المفروض يرجع علشان نعمل الفرح، لكن ظروف عمله اتغيرت وما قدرش يرجع. فضلنا ننتظره، لكن كل مرة كان بيقول إنه محتاج شوية وقت إضافي، وللأسف التأجيل استمر لحد ما قربنا لنهاية السنة. وللأسف صارحني ابني إنه ما بقاش قادر يكمل مع البنت اللي خطبها في مصر، وإنه اتعرف على واحدة هناك وحبها وحبته، وهي من بلد عربية بس مش مصرية، وعرفت أهلها وأهلها موافقين عليه، ممكن يتمموا الزواج هناك في الصيف القادم. في الوقت ده أنا كان لازم أكلم خطيبة ابني وعائلتها علشان ما تنتظرش ابني، وتشوف برضو مصلحتها، وبلغهم إننا مش هنقدر نكمل الخطوبة دي. بعد كده ابني بطل كمان يرد عليها، وحصل بينهم مشاكل كتير قوي، وخصوصا كمان إن الوقت بيمر وابني مش هيرجع دلوقتي ولا عاوزها خالص، وأنا عاوزة أحافظ على مصلحة ابني طبعا، وكل اللي يهمني راحة ابني. المهم كلمتهم فعلا، وبعد كلام كتير اتفقنا على إنهاء الخطوبة بشكل ودي. لكن حصل مشكلة بعد كده، وهي إن الشبكة اللي كانت خطيبة ابني لابساها قالوا إنها ضاعت أثناء سفرها بين المحافظتين، عشان هي مش قادرة تفهم إزاي ضاعت. أنا مش مستوعبة كلامها، إزاي انسيال ودبلة ومحبس وخاتم إزاي كلهم يضيعوا مرة واحدة؟ طبعا أنا ما صدقتهاش، ورحت القسم وعملت لهم محضر، ولما عرفوا جم يتفاوضوا معانا نتنازل ويدفعوا نص تمن الجرامات، واحنا طبعا ما وافقناش لحد ما رجعوهم. لما فضحتهم في البلد وقلت عليهم سرقوا شقة ابني، وعملت ليهم محضر، وكنت بودي صور المحضر لكل الناس من غيظي منهم، لان ده شقة وتعب ابني، وانا مقبلش ان هم ياخدوه على الجاهز. دلوقتي انا في حيرة وحاسة ان عملت اللي عليا، وحاولت احل الموضوع بشكل ولكن ودي يعني ومعرفتش. وبعد ما عملت كل ده علشان ارجع حق ابني، خايفة اكون ظلمتها، ظلمت البنت دي. محتاجة رأيكم، هل فعلا انا عندي حق في اللي عملته؟ علشان مش عاوزة مشاكل بين العيلتين بعدين لما ابني ينزل ويعرفوا انه اتجوز هناك يعني، او حتى خطب من واحدة تانية، ما يحصلش مشاكل او يعملوا اي حاجة لابني. اعمل ايه؟ انا بقول لها بصراحة، هو الوقت اللي البنت انتظرت فيه ابنك ده علشان يبني نفسه ويكون جاهز ده ببلاش؟ انت ظلمتيها ودخلتوا بيوت الناس وخرجتوا، والبنت دي يعني هي استنته وتحملت بعده. المفروض الشبكة دي اساسا تبقى من حقها، لان هي كانت مركونة على اساس حساب ابنك، وافرض باعتها ايه المشكلة؟ ولا حتى ضاعت منها؟ حضرتك فضحتيهم. وعايزة رأيي ان الشبكة دي كانت اقل حاجة تعويض على اللي ابنك عمله فيها، وربنا ان شاء الله يرزقها بواحد احسن منه، عشان انتي مفترية، وده هيترد ببناتك، يعني يسيبها ويوقف حالها، وكمان تسوقي سمعتها ان هم سرقوا شبكة ابنك. ده حقها، انت ليه بتعملي كده؟ كما تدين تدان. المفروض اصلا ان القعدة دي مش ببلاش يعني، لان انتوا وقفتوا حالها، كان ممكن يجيلها حد احسن من ابنك وكانت حياتها تبقى كويسة. الناس كلها هنا بتتحاسبن عليكي ومحدش هيعرفك، لان طبعا انت كده ظلمتي البنت دي، ظلمتيها. فالمفروض ان ابنك هو اللي مش عايز يبقى
خلاص يبقى كنتي فهمتي ابنك يسيب الدهب طالما وعد بعد 6 شهور ينزل ويتمم كل حاجة. كده حرام عليكي، علشان هو اللي مش عايزة، انتي ظلموها. لو هي اللي مش عايزاه كانت هي اللي هتديله الشبكة. يعني هو دلوقتي لو الوضع اختلف وهي اللي مش عايزاه واتعرفت على حد تاني واديت لكم الشبكة، ما كنتيش هتعملي كده. يلا الله يسهلك، وانتوا قولوا لها ايه رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش ذكر او دعاء.